بوراك التركي بهدي البوراك الجزائري يجي تحفة، يجي مقرمش من برا وطري من داخل. راح نوري لكم سر التوريقة وراح ينجح لكم من اول مرة. تابعوني نوري لكم بخطوة بخطوة. للعجينة عندنا كاس حليب دافي، ملعقة وانيف زبدة، نص ملعقة خميرة الخبز، ملعقة سكر، ملح، بيض، وفارينة نلمو بها العجينة. اول حاجة نبداو نذوبو الزبدة راح تعطينا نتيجة احسن من الزيت. نحط مكونات كاس حليب، نضيفوا له زبدة اللي ذوبناها، وبعد نضيفوا الخميرة والسكر والملح، نخلطوا جيدا. نضيفوا بيضة والصعفران، نخلوه الوجه كما راكم تشوفوا. بعد نضيفوا فارينة حتى تلم معنا العجينة. بعد ما تلمت معنا العجينة نخلوها نص ساعة تخمر ونولو ليها. نجو نوجدو الحشو اللي جا نبدلو، راح يجي زاكي وبنين. عندنا حبة بصلة نخلوه حتى يذوب البصل ويتكرمل. نضيفو له حبة زرودية كما راكم تشوفوا، نصف صدر دجاج، توابل. عندنا فلفل اسود، كركم، ملعقة على موتارد. نخلوه يطيب حتى يتقلى مليح. بعد ما وجد معانا نضيفوا له الزيتون، فنجان كريم فخاش، فرماج، نضيفوا له معدنوس، رشات من الملح. نخلوه 2 دقائق ونطفو عليه ويكون واجد معنا الحشو. بعد ما فات 2 دقائق طفيت عليه وخليته يبرد. راحت العجينة اللي خليتها نص ساعة تخمر، دقازيتها وقسمتها الى كريات كما راكم تشوفوا. فرشت المايزينا في البلون دو طرافاي، جبت 4 كريات، راح نفتح بالربعة، ندير طبقة فوق طبقة. سر التوريق هي المايزينا. حليت الاولى، حنزيد الثانية، نزيد الثالثة، نزيد الرابعة كيما راكم تشوفوا. بعد نحلها رقيقة. بعد ما حليتها رقيقة أحدث الحشو. بعد ما ديت الحشو ندوره 2 مرات كما راكم تشوفوا. نقطعه بهذه الطريقة، نقطع الأطراف، نديرو في سنيوة، نكملو كامل الكريات بنفس الطريقة. بعد ما شكلتهم كامل عمرت سنيوة، دهنتهم بالصفا البيض، قطعته بهذه الطريقة، زينته بجنجلان، دخلته داخل الفرن يطيب من تحت والفوق. وراه واجد معنا، جربوها وبصحتكم، مع السلامة.